السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غدا نبارطاجي معكم واحد الكوموند ديال الخبز، خبز ديال الدار بالقمح الكامل اللي كيجي أكثر من رائع. الطريقة ديالو مبسطة وسهلة، وحتى السلعة ديالو في المتناول ديال الجميع. يعني إلا كنتي بغيتي تبداي بحال هذا المشروع من البيت ديالك، فهذه فكرة مناسبة انك تبداي بهذا النوع ديال هاد لي كوموند، لان هاد النوع ديال هاد السلعة كتكون المكونات ديالو بساطين، وكيكون عنده واحد جوج ديال المكونات اللي غادا تقداي السلعة ديالك عارفة راسك شنو غادا تقداي وشنو غادا تخسري. بحال مثلا عندك غير 25 درهم تقدري تبداي بها، 25 درهم فقط تقدري تبداي بها المشروع ديالك، لانه فيه غير القمح الكامل وفيه شوية ديال الدقيق الفورس والخميرة حبيبات. هنا عندي واحد الكمية أنا كبيرة ديال الخبز، كانت عندي كوموند اللي غادا نفرقها على مواليها. هنايا بديت اول حاجه بديت بها عجنت العجينه ديالي، كنت عجنتها شويه في الليل، ما صورتش لكم لان الاضاءه كتكون شويه ناقصه. هنايا عندي 2 كيلو ديال الدقيق الفورس، درت ليها 2 كيلو ديال طحين القمح الكامل بالنخاله ديالو. يعني القمح الكامل اشنا هو القمح كناخذوه كنطحنوه من بعد ما كنغسلوه ونقيوه بطبيعه الحال، كنطحنوه وكنخليوه بالنخاله ديالو. هذاك هو القمح الكامل بالنخاله ديالو، يعني كيكون قمح صحي. كيكون مطلوب في هذا الشيء ديال الخبز ديال الدار. تشوفوا معايا ان العجينه كيفاش القوام ديالها داير. دلكتها مزيان وخليتها عجينه اللي تكون مرخوفه شي شويه، ما تكونش مرخوفه بزاف كتلصق في اليد، يعني مرخوفه غير شويه. درت ليها الخميره حبيبات، غير الخميره الكافيه، ما نديروش الخميره كثيره بزاف، لان العجينه ديالنا من بعد ما غنخبزوها وغادي طيب وغادي مثلا يبات عند الكليان كيبدا كيعطي في الريحه ديال الحموضه ديال الخميره. درنا الملح الكافيه، درت واحد الملعقه صغيره ديال السكر. وعندي واحد السر اللي كيخلي لي الخبز ديالي كيتحمر واحد تحميره رائعه. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال الماء معاه 2 ملاعق كبار ديال الزيت نباتي، وخلطتهم في هذيك الزليفه هما باش غادا نبقى ندهن اليد ديالي. مني غنبدا ان شاء الله نقطع في العجين، انا كنقطع فيها وانا كندهن يدي بهذيك الخلطه. هنا عندي القمح الكامل، هذا هو القمح الكامل اللي قلت لكم اخواتي، هذا هو اللي عجنت به العجين، كيكون على هذا الشكل القمح الكامل بالنخاله ديالو. كتشوفوا هذه الكميه ديال الطحين تبارك الله ما شاء الله غتعطينا بزاف ديال الحبات ديال الخبز. عندنا غير 2 كيلو ديال الفورس مع 2 كيلو ديال القمح الكامل، هي 4 كيلو ديال السلعه اللي عندنا. نعبروا بالميزان ضروري باش نعرفوا هاد السلعه شحال غنخرجوا فيها ديال الربح وشحال غندخلوا ديال راس المال. يعني خاصك مني تخرجي الكوموند ديالك تحيدي الربح وتحيدي راس المال بوحدو. كنعبر كل وحده فيها 300 غرام. هاد الخبيزات راه فيهم 300 غرام لانهم غيجيو كبابرين شي شويه وعامرين وخبز ديال الدار وعاطي العين. وكتشوفوا معايا انني كندهن يدي بهذيك الخلطه اللي وريتكم فيها الماء وشويه ديال الزيت. هذيك هي الخلطه اللي كتعطينا واحد اللون مذهب في الخبز، كيجي اكثر من رائع. غادا نستمر على نفس الطريقه كنقطع في الخبز. دائما هادشي ديال لي كوموند نستعنوا بالميزان. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكمل. كنجيب حدايا داك الاناء اللي فيه القمح الكامل اللي غادا نستعن به في انني غادا نقرص هاد الخبيزات. كتشوفوا معايا انني كنلوي هذيك الخبزه فوق سطح العمل على فراغ، يعني بدون طحين. الا درنا الطحين في هذه العمليه وحنا كنلويو في الخبز على هاد الطريقه، كتلوي على يدك وسطح العمل باش كتولي على شكل دائري، راه غادا تشرب هذاك الخبيزه ديالنا غادا يدخل فيها الطحين من الوسط وغتجينا مدقسه. يعني ضروري من هاد العمليه باش يجينا الخبز من الداخل كما كنقولوا منفوخ ومفشفش ومهوي وزوين. ضروري اننا كنلويو الخبز على فراغ يعني بدون طحين. عاد ملي كنصنع الكويره ديالي عاد كنهزها وكنفندها في الطحين، والطحين ضروري يكون القمح الكامل باش يجيونا الخبيزات ديالنا حرشين ومقرصين بالقمح، وحتى الكليان يعرفوا راهم معجونين بالقمح، يعني كيبان ان القمح فيهم من الخارج. كناخذ الخبز ديالي وكنبقى نفندو على هاد الطريقه، كل كره كنفندها بوحدها وكنحطهم على سطح العمل.
كنستفهم بواحد الطريقه اللي غادا تخليني مني غادا نرجع ان شاء الله غادا نبدا من الصف الاول، حيت هاد الخدمه كتبغي شويه ديال النظام وشويه ديال التركيز. الا ما كنتيش انك تخدمي بشكل منظم ومرتب راه ما غاداش تجي الخدمه زوينه وما غاتجيش طالعه كيف ما بغيتي، لان هاد العمليه ديال التنظيم كتدخل حتى في عمليه الاختمار. انا غادا نقول لكم علاش ان شاء الله. كنستمروا على نفس الطريقه. هنا راه سطح العمل عندي صغير شويه، راه ما كفانيش، راني حاطه واحد العدد ديال الخبز حطيته تما عندي في واحد الصينيه غير ما باينش مع التصوير. ونتمنى اخواتي الله يجزيكم بخير، شجعوا قناتي فضلا وليس امرا، جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله يا ربي. هنا كما شفتوا معايا علاش قلت لكم ضروري نستفوه التستاف يكون دايز منظم ومرتب، لان مني غنبدا نقرص على هاد الطريقه كنبدا من الصف الاول. شفتوا معايا راني بديت باول وحده كنت حطيتها في الاول، كنبداو من الاول من الاولين يعني من الحبات الاولين وحنا غاديين كنقرصهم على هاد الطريقه. ضروري الاستعانه بالقمح اللي بالنخاله ديالو، وكنسوس الفائض كنسوس الفائض ديال القمح على هذيك الطريقه، وما نبسطهمش بزاف، يعني نبسطهم القياس اللي غادي يبقاو ليا مني غيطيبوا دوك الخبيزات، القياس اللي غيبقاو ليا مهبرين وزوينين وعاطيني شكل زوين ديال الخبز ديال الدار. دائما كنبداو من الحبات الاولين وحنا غاديين. هادشي علاش قلت لكم هاد الخدمه كتبغي شويه ديال النظام، لان هذاك النظام اللي غنخدموا به كيعطينا واحد العمليه ديال الاختمار اللي هي زوينه ورائعه في هاد الفطائر وهاد المخبوزات ديالنا. الا خدمتي بعشوائيه العمليه ديال الاختمار كتجيك مخربقه، لان مثلا غادا نبدا انا نقرص في الحبات من هاد الاخرين، هادوك الاولين غادي يخمروا يترخاو اكثر من القياس، لان ضروري من عمليه ديال النظام انني نبدا من الحبات الاولين وانا كنقرص. هاد العمليه ديريها في الفطائر كاملين، في القريسات، في البطبوط، في الخبز، حتى في الملوي مني كيكون جالس كيرتاح على سطح العمل. دائما نبداو من الحبات الاولين اخواتي. هنا كنبسطهم على هاد الطريقه شفتوا معايا، وبالاستعانه بالقمح الكامل اللي كيجي اكثر من رائع مني غنطيبوهم. هنا كنسرحهم كنستفهم حيده حدا وحيده فوق واحد المنديل يكون نقي، وكنغطيهم مزيان، ولا كان عندنا الجو بارد نغطيوهم بشي بلاستيكه باش يخمر لينا الخبز ديالنا مزيان ويجي خامر ويجي هكا من فوق. كنسخن الفران مزيان وكنحط الخبيزات ديالي يطيبوا على نار اللي تكون مرتفعه، كيطيبوا النار من الاسفل ديالهم حتى كيطيبوا ويتنفخوا، عاد كنهبطهم والنار على الوجه ديالهم كما كتشوفوا معايا. النار تكون على الوجه ديالهم من بعد ما تيطيبوا وينتفخوا، كنهبطهم باش يتحمروا وياخذوا ليا داك اللوين الزوين، وكتكون النار مرتفعه كنحطيو معاهم لا يتحرقوا، يعني كتبقاي جالسه حدا الفران. وهنا الفران راه كان عندي سخون بزاف بزاف، اللهم يا ربي تنجينا من عذاب النار يا ربي حنا وجميع المسلمين. كيطيبوا كيعطيونا هاد اللوين، شوفوا معايا هاد اللوين ناتج على هذاك الماء وشويه ديال الزيت اللي كنت كنستعن به مني كنت كنقطع في العجينه ديالي. كنت كندهن ايديا بهذاك الماء والزيت، هو اللي كيساعدنا ان الخبز يجي محمر بهذه الطريقه. والقمح الكامل بطبيعه الحال، وكيجيو هكا مقرملين من برا وطيبين وهشاشين من الداخل. وحتى العمليه ديال الطياب في الفران راه كتلعب دور، يعني الخبز ما تيبغيش نار مهيله ولا نار متوسطه لانه كيكرم، كيجينا هكا شارب وكارم، ما كيجيناش رطب. هنا من بعد ما كملت الكوموند ديالي جات اكثر من رائعه. غادا نستعن بالبلاستيكات باش نفرق كل حبات على بعضياتهم، يعني كل مني غادي نفرقوا الكوموند ديالنا كل واحد غادي ياخذ داكشي اللي بغا. عندي هنا كوموند متفرقه على عده ديال الاشخاص، كنديروا هنا 2 حبات في بلاستيكات. تقدروا نتوما تفرقوا الكوموند ديالكم كيف ما بغيتوا على حسب الطلبيه اللي عندكم، ولا تقدروا هكا تصايبوهم وتدفعوهم لشي مول المحلابه حداكم ولا شي مول الحانوت. يعني هذا راه كيبقى مشروع مربح ومطلوب، يعني مطلوب طيله النهار، ماشي بحال الحلويات مطلوبه غير في المناسبات. يعني الخبز راه تقدري به باش تشدي الكليان، حيت هو مطلوب في الفطور في الغداء، مطلوب النهار كامل. كانت عندي هنا حتى 30 حبه من الملوي ديالي الرائع اللي كيجي اكثر من رائع، اللي مطلوب عند الكليان، اللي كندوزو بدرهم ونصف للحبه ولا 2 دراهم.
يعني بعض المرات كندوزوه ب2 دراهم على حسب الكليان. وهنا هاد الخبيزات راه دوزناهم 2 دراهم ونصف للوحده، يعني 2 دراهم ونصف للوحده، لانه فيه القمح وشي حاجه ديال الدار وشي حاجه كاليتي، وفيه الخدمه ماشي ما فيهش، وفيه داك الصهد ديال الفران. هذاك الصهد راه بركه. وصلنا لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا